السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة تانية وتالتة. مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ما بنسمعش حد خالص من اخواننا اياهم بتوع الاعلام بيجيب سيرته بحاجة خالص، ولا سيرته ولا سيرة الزمالك. بس هو مين ماسكين؟ الاهلي وبرونو سافيو والشحات وقفشة والناس دي، لكن يهوبوا ناحية الزمالك. يا سيف يا زاهر، يا كابتن ميدو، يا كابتن ابراهيم فايق، يا ابراهيم يا عبد الجواد، يا كابتن شوبير اللي مننا، كلكم عندكم تعليمات ان محدش يجيب سيرة الزمالك خالص نهائي؟ تعليمات ولا خايفين؟ ما احناش عارفين بالظبط، عايزين نحدد يعني. اديكم شفتوا اهو، لبس الزمالك في الحيط على الهوا، وفضحنا قدام العالم كله، وجميع وكالات الانباء نقلت عنه وعن لسانه ان لعيبه الزمالك بيشربوا حشيش. حشيش حاجه كده منك، مش منشطات بس، لا حشيش ونسوان. طبعا بقيه اللعيبه من يوم ما سمعوا التصريح الحلو دوت، اللي هو اول مره يكون صادق ويطلع فيها تصريح حلو، يعني تصريح صحيح مش كذب كالعاده يعني. وزي ما انتم شايفين كده، فرقه الزمالك مش قادره تقف على رجليها. ده ان دل عن شيء يدل عن ايه؟ ها؟ مش لازم اقول انا، لازم تكونوا عارفين لعيبه الزمالك ماشيه بالمنشطات. واحد زي طارق حق، زي اسمه زيزو، زي واحد زي شيكابالا، زي امام عاشور، ما كانوش بيقدروا يجروا رجليهم من على الارض في الاربع ماتشات اللي فاتت دولت، اللي الزمالك سواء اتعادل او خسر فيهم. نفسي افهم يا مرتضى، انا مش هقول غير يا مرتضى، لا مستشار ولا هباب، لا انت، لا انت مستشار ولا غيره. هقول لك يا مرتضى، انت إيه السر انك انت على طول كده الخطيب 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 وما بيردش عليك الراجل؟ انت عارف انت بتفكرني بمين؟ ايام ما كان في ازمه بين مصر وتركيا، كان برضو اردوغان عمال يقول السيسي السيسي السيسي، والراجل ما كانش بيرد عليه نهائي. انت عامل زيه كده، لانك انت مش من قيمته، مش من قيمته ان هو يرد عليك اساسا يعني. هيضيع نفسه يعني، هيضيع وقته الثمين، الكابتن الاسطوره محمود الخطيب، عشان هيرد على الهراتل بتاعتك انت ديت؟ طبعا لا. يا راجل، ده انت وصل بيك الجبروت، وصل بيك الجبروت انك انت بتختار حكم المباراة ومعلق المباراة ومراقب المباراة والاستاد بتاعت المباراة، مش بتاعتك انت بس، وبتاعت الاهلي كمان. يعني حتى المعلقين اللي بيعلقوا الاهلي انت عايز تختارهم كمان. في ايه يعني؟ جبروت اكتر من كده ايه يعني؟ انت حتى رئيس لجنة الحكام عايز تختاره. مش كفايه اللي عمله لنا الهباب عصام عبد الفتاح دوت قبل ما يغور في داهيه؟ مش كفايه؟ كفايه اللجان اللي كانت موجوده في اتحاد الكوره ديت قبلها وازيك، وانت عارف كويس قوي الدوري اللي انت خدته. انا ما بقولش اتنين دوري، انت واحد دوري ما كنتش فيه، ده بتاع حسين لبيب. انت عارف الدوري اللي انت خدته ازاي؟ احسب كده ضربات الجزاء اللي اتحسبت للزمالك، واقعد كده واحسبها وشوف قد ايه، وشوف انتوا كسبتوا منها كام نقطه والاهلي خسر كام نقطه من الظلم بتاع التحكيم الموجه. واسالوا اللواء ثروت سويلم، فاكر التصريح الشهير بتاعك؟ سيادة المستشار نفسه ياخد بطولة، ادوله بطولة. على حساب مين؟ على حساب ناس بتشتغل. لكن الكلام ده اصلا ما بياكلش مع حد خالص. انت عارف معنى اسم الاهلي ايه؟ اسم الاهلي معناه ايه؟ شوف الرعايات، شوف الرعايات. الراجل المحترم قوي قوي اللي هو الزملكاوي، خد بالك زملكاوي، اللي اسمه شبانة، عضو مجلس شورى محترم، محترم بمعنى الكلمة، وزملكاوي، بيقول لك طوابير الرعاة واقفة على باب النادي الأهلي. خد بالك، طوابير الرعاة واقفين على باب النادي الأهلي، كل واحد عايز ياخد الدور بتاعه. واخد بالك ليه؟ اسم الأهلي كبير. الفيفا لما جه
يعمل بطولة السوبر ليجل بدون ما يفكر. مين هو؟ الاهلي. جري على الاهلي على طول بدون ما يفكر. بص كده على الترتيب دلوقتي. انت السنه في الماتش السوبر اللي فات، المرحوم شيكابالا الله يرحمه كان بيقول لي الشحات ايه، بيقول له انتوا التالت، انا دلوقتي اقول لك انت الرابع. لا دي مش بتاعت رابعه، ها؟ انت الرابع اهو، او عشان ما تقولش ده اخوانجي، زي كل كلمه في بقك كده ده اخوانجي اخوانجي، لا انتوا الرابع دلوقتي، وبتلعبوا المعلم الكبير الاول. واخد بالك؟ انت اللي سنديلك عارفينهم بالاسم، بس بلاش نخبط فيهم، لان انت خلاص قولا واحدا، قولا واحدا انت اتقرت فتحتك خلاص. انت فعلا اتقرت فتحتك خلاص، ومحدش هيحميك تاني. انتظر الايام السوداء اللي جايه، والله في ايام سوداء جايه كتير قوي. يا جماعه ما تخافوش يا جماعه. انا يعني مش عارف وزير الرياضه عندنا اشرف صبحي ساكت ليه، ولا بتاع الاعلام اللي موجود وشايف كميه البكابورتات والالفاظ الزفت اللي طالعه ديت من القناه ديت، اللي هي للاسف مملوكه للدوله. وعلى الجانب الاخر قناه الاهلي محدش بيرد ولا بيتكلم. ليه؟ ناس محترمه، ناس محترمه. يلا كفايه عليك كده النهارده. ولا انا ما اتكلمتش عن خالد الغندور. خالد الغندور اللي كان بيرقص كان فاضل له يمسك سجاد في ايديه بس. كان فاضل له يمسك كهربا بيلعب، كان فاضل له يمسك السجاد في ايديه بس، ويبقى علمه علمه. ربنا ينصرنا، ربنا ينصرنا زياده، ما هو نصرنا وما النصر الا من عند الله. واحنا فعلا يعني ناس ما بنغلطش. ده على راسنا من فوق، ده على راسنا من فوق. الحاجه الوحيده اللي بتشرفنا كلنا وبتفرح انا بقول 80 مليون، ولو اني اشك ان ال 20 مليون دولت يعني يكونوا مثلا مش اهلاويه، هم ممكن يكونوا ايه، فيهم شويه كده هوت بيشجعوا ايه مثلا ايه، المصري مع الاهلي، اسماعيلي مع الاهلي. شفت بالرغم من المعامله بتاعت الجماعه اللي بتوع اسماعيليه دولت، شفت جمهور الاهلي عظيم ازاي، عظيم ازاي. لو الارض اتزلزلت الدراويش مش هتنزل، واقفين وساندينكم. ربنا يهديك، ولو اني اشك في ذلك.